أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله. هذا فيديو فقط توضيحي بالنسبة لقلب الرداء أو تحويله بعد في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة والخطبة. يتوجه الإمام نحو القبلة وظهره إلى المصلين فيدعو الله عز وجل، وبعد إنهاء الدعاء السنة أنه يحول رداءه. الرداء هذا هو الرداء الشرعي، ها هو قطعة من قماش ما مخيطاش. هذا الرداء كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ولا زال إلى الآن يلبس في بعض البلاد الإسلامية كبلاد السند والهند واليمن. الرداء هذا كذلك كان يلبس مع القميص، مع الإزار. الإزار هو هذا قطعة من الستار تلبس بالأسفل هكذا، وليس شرط أن تكون مخيطة الطرفين بل تكون مطلقة كلباس المحرم والحاج. فهذا الذي يسمى الإزار وهذا الذي يسمى الرداء. فالسنة في صلاة الاستسقاء الذي يحول ويقلب هو هذا الرداء فقط. كثير من الناس يجهلون، نحن نتكلم في المذهب المالكي، يجهلون ويظنون أن كل ملبوس من جاكيطة أو جلابة أو قميص، هذا الشميز القميجة أو سروال أو غير ذلك يقلبونها جهلا منهم. وإنما السنة في مذهبنا الذي يحول ويقلب هذا الرداء فقط. الذي يلبس هذا الرداء هو الذي يحوله، ومن ليس لديه هذا الرداء فليس عليه أن يقلب أو يحول أي ملبوس يلبسه. فبعد دعاء الإمام هذا الرداء يقلبه هكذا من اليسار، يتحول إلى ما كان على اليسار إلى اليمين هكذا، ويلبس إظهارا لتغير الحال، وأنك تسأل الله عز وجل أن يغير الحال من حال القحط وحال الجدب إلى حال فيه يغاث الناس وفيه يمن الله على عباده بالخيرات فقط. وقاس مالكيتنا كذلك على الرداء، قلنا هذا الرداء هو قطعة غير مخيطة. هذا البرنس هو يشبه الرداء إلا أنه مخيط وله هذه القبوة، وبعضهم لا يجعلها. فهذا البرنس من لباس المغاربة. بعض أئمتنا المالكية قاسوا كذلك بالنسبة للإمام إذا كان لابس هذا البرنس ولا أحد من المصلين كذلك يستحب له أن يقلبه هو كذلك هكذا، ويجعل ما على اليمين ما على اليسار هكذا. فهذا الوحيد الذي يقلب هذا البرنس والرداء. أما غيره من الألبسة لا تقلب ولا تحول. نعم. وقال مالكيتنا هذا البرنس إذا ما كانش الإنسان لابسه هكذا بهذه الصورة، إذا كان لابسه بهذه الصورة ليس عليه قلبه، فقط إذا كان المصلي جعله رداء ارتدى به، لبسه بطرفه الأعلى كهذا. وهذا الرداء نحمل عليه البرنس أو الرداء هذا الذي تكلمنا عليه هو يسن للمصلي. احنا عندنا في المذهب المالكي يكره الصلاة بالسراويل. إذا كان الإنسان صلى بسراويل صلاته مكروهة ويستحق له إعادتها بوقتها المختار. فهذا الرداء هو سنة في الصلاة بأي صلاة فريضة أو نافلة للإمام، آكد يؤكد على الإمام وكذلك لسائر المصلين. وللأسف هذه السنة نراها مغيبة في كثير من المساجد، يصلي أئمتنا بأقمصة بدون رداء. فالمسلم يحتاط لدينه وليس عليه أن يدخل على عبادته وصلاته الكراهة والأحرى التحريم. وفي هذا القدر كفاية، ونصلي ونسلم على مولانا رسول الله.